اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه زاب السفود. كلنا بنعرف نعمل قراقيش والقرص الطريه والمعجنات والباتيه، كل الحاجات دي عملناها كذا مره على القناه، بس هي معلقه واحده النهارده جايبها لكم هتفرق معاكم 180 درجه. معلقه ايه؟ تعالوا نشوف كده، يلا ونصلي على الرسول. دي معلقه ايه يا جماعه؟ دي معلقه عندنا الشمر مع اليانسون. هاتي كده شمر، هاتي صحيح وينسون، قولي يا ستي ب5 جنيه و5 جنيه، اطحنيه وصفيه وهاتي منه معلقه كده. عايزه اقول لك بتقلب القرص تخليها زي بتاعت زمان بالظبط. وعندي كيلو من الدقيق، وعندي كيس بيكنج باودر، وعندي رشه ملح، وطبعا معلقه كبيره خميره ومعلقه كبيره سكر. وده عباره عن ايه؟ لو بتتابعوني في الفيديوهات ابتديتوا تعرفوا انا بعمل ده عباره عن ايه. ده عباره عن كوبايتين كده، بصوا ابتدى فصل اهو، كوبايتين من الحليب عليهم معلقه خل كبيره، تمام، وبسيبهم كده 10 دقايق. بتبص تلاقي الحليب فصل كده وجبن معاكي زي ما انت ما شايفه كده، تمام. لو احتجت ميه تاني هحط تدريجي ميه دافيه. طب الحليب والخل والكلام ده كله، كل الحاجات دي لازم تكون دافيه. خلاص، ده بيساعد جدا في التخمير بتاع العجينه، تمام كده. هبدا بقى احط شويه واقوم مقلبه بايديا وشويه واقلب لحد ما اخلي الخليط كله يتجانس مع بعض. طيب لو حسيتي ان الخليط بتاع العجينه بتاعتك ملزقه قوي زياده عن اللزوم، ضيفي معلقه دي بمعلقه دي. طب لو لقيتيها سايبه لو لقيتيها ناشفه خالص محجره، ضيفي ميه دافيه. انا حاطه دلوقتي كوبايتين من السوائل، تمام. بنوصل، طيب الكيلو بياخد قد ايه؟ بياخد يا ست الكل معانا من 3 الا ربع ل 3، يعني انت حطي كوبايتين عادي حليب وابدأي زودي بميه دافيه عشان تريحي نفسك. هبدأ بقى الم العجينه كلها ونشوف الخطوه الجايه ايه. بعد ما لميتها شويه كده، طبعا لسه هتتعجن، هحط لها 3 معالق من الزيت. بصوا كده، حبيت اوريلكم برضو احنا بنضيف الزيت 2 3. خلاص، والم العجينه بقى تاني. بصوا بقى العجينه اتلمت وزي الفل، مش قادره اقول لكم الريحه عامله ازاي. بصوا قد ايه من البوله فاضي. ليه بقى؟ عشان هحط لها دلوقتي معلقه زيت بس على السطح من تحت ومن فوق، وهحطها بستريتش راب واسيبها في مكان دافي تختمر، ماشي، وارجع لكم. طب عايزاها تختمر بسرعه، تولعي الفرن 10 دقايق وتطفيه وتحطيها وهي متغطيه، بس تطفيها، ماشي. تعمليه ازاي؟ وبعد كده، قبل كده حصل الموقف ده، ما تحطوش طبعا. لو انت هتحطيه جوه الفرن حتى بعد ما يطفي، انقليه في بوله تانية، بلاش البلاستيك. خلاص، يختمر بقى وارجع لكم. عندي العجينه اختمت بقت زي الفل. هبدا بقى اديها البوكس المتين واعملها رول كده، تمام. كلها كده اعملها رول كده ونقطعها مع بعض. عملت بقى رول كبير، تمام، زي ما قلت لكم، قطعته زي ما انتم شايفين كده. غطيه برده بكيس كده عشان ما ينشفش. ما شاء الله، بصوا العجينه عامله ازاي، ريحتها جباره. جبت بقى رول منهم ورحت برضو برماه، ورحت مبططاه كده، بصوا بطرف ايديا كده، تقعدي تضغطي عليه كده، تمام، لحد ما ما يهدى معاكي. لما كنتش بقى عاملاه بالشمر واليانسون، كنت في المرحله دي اقدر ان انا احشي العجوه. خلاص، عايزه تحشيه برضو عجوه وهو يعني مع الشمر واليانسون. يعني انا بحب ان انا العجوه ده لوحده والشمر واليانسون لوحده. شايفين انا بعمل ايه؟ ببدا بقى ان انا اقطعه، تمام، حوالي يعني نقول 1 سنتي ولا حاجه ما بين كل واحده والتانيه. حابه تقيسي يعني تحط كده مثلا صباعين او صباع، وتقومي قطع صباع، وتقومي قطع صباع، وتقومي قطع صباع، فاهماني؟ خلاص، هنحطهم وبعد كده نخلص كده ونقوم شايلينهم على طول في صينيه مش مدهونه اي حاجه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ بصوا بقى، دلوقتي هولع الفرن 10 دقايق عقبال ما دي تختمر. هغطيها تختمر واولع الفرن 10 دقايق، وبعد كده ندخلها على طول الفرن. طيب بتولعي من فين بقى؟ يا ريت يفضل من تحت ومن فوق. طالما الحاجه انا عايزاها تطلع ناشفه لان دي قرايش، فبهدي الفرن عليها، تمام، حراره متوسطه او هاديه. طيب لو فرنك بقى بيشتغل من تحت بس زي كده، شغاليه من تحت. اول ما تحسي ان هي ابتدت تاخد لون، روحي ولعي لها الشوايه دي او واحده بس. خلاص، اشوف بقى اخلص الكميه لان لسه قدامي هو ما شاء الله كميه. هعمل زيهم واسويها وارجع لكم. طبعا جمال بجد، روعه روعه روعه، ريحتها قلب المكان. بصوا بقى، تسويه خطيره. تعالوا بقى كده، بسم الله، نقطع واحده من جوه. سمعتوا طبعا صوت الكسره بتاعتها. بصوا من جوه عامله ازاي، شايفين التفريغه بتاعتها حلوه جدا وريحتها هايله بصراحه. بصوا روعه، العجينه حلوه قوي ما شاء الله يعني.
اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه، وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه زاوية سي فود، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.